السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد من غاوي اكل وعمر، والنهارده جبنا ضيفنا دكتور حماد. اهلا وسهلا شباب. ازي حضرتك؟ شاكر جدا على الدعوه اللطيفه دي ده شرف لنا والله ان حضرتك موجود معانا. بجد والله. واتمنى لكم ان شاء الله باذن الله يعني الامور تمشي احسن من كده ومن تقدم لتقدم باذن الله. باذن الله. احنا جبنا من حضرموت الحلبي محل كده، يعني هو بيعمل عزومات، كان عمل فرح اخويا فاحنا بنجرب منه. بصراحه انا تجربتي معاه حلوه جدا، فاحنا عاوزين نكتشفه بقى مع بعضنا ونشوفه قدام الكاميرا كده هل هيبقى مستوى كويس ولا ايه. تتوقع دكتور حماد يكون حلو؟ هو مشاوي مبدئيا، احنا جايبين مشاوي. عموما الاكل اذواق، فخلينا نقول ان اللي ما بيعجبكش بيعجب ناس ثانيه، واللي بيعجب ناس ثانيه ممكن ما يعجبكش، وده طبيعي. فعلا. الحياه كلها اذواق يعني. صح. يلا بينا. قبل الاكل وقبل اي شيء طبعا مش عايزين ننسى اخواتنا في غزه وفلسطين وكل العالم الاسلامي عموما. عندنا السودان، عندنا اليمن، عندنا مجاعات في دول كتيره جدا كمان غير الحروب، ما ننساهمش من الدعاء، وخصوصا ان احنا في ايام المفروض الفيديو ده بتصور يا جماعه في اول ايام ذو الحجه. يعني ايام مفترجه خير ايام الدنيا يعني، فما ننساهمش من الدعاء طبعا، واللي يقدر يساعد كمان يساعد. طبعا يعني مواقف او المشاهد اللي من هناك مش جايه خالص مع سيره الاكل قوي، بس هنقول في الاول وفي الاخر لا نملك الا الدعاء يعني. ربنا يكون في عونهم ويا رب يعني عليك بالصهاينه كلهم وكل من عدا الاسلام والمسلمين. اللهم امين. احنا جبنا صينيه فيها 4 اصناف، شيش وطرب وفراخ وكفته، وكمان نزل معاها شويه حاجات جميله كده زي شوربه، دي طحينه، ودي شوربه و عادي، ودي سلطه وشويه. ده امر مستبعد ان دي تكون طحينه يعني، مفيش حد بياكل طحينه لا هو انا بص حضرتك هتشوفها، لا دي الطحينه اللي معاك، هو بس بالحجم ده، بحجم ما شاء الله كبير، بيحط طحينه كتير. ده ايه؟ توميه؟ دي توميه توميه اهو طحينه. واو، شايف بيحط طحينه كتير. ده شكلها جميل ما شاء الله. ويلا بينا هنبدا ناكل، وعاوزين حضرتك واحنا بناكل تكلمنا بقى عن موضوعات فتبقى من السنه طبعا اصلا ان احنا واحنا بناكل يبقى في دايما اطراف للحديث يعني تمام. ما ننساش القاعده الذهبيه في الاكل يا جماعه، ثلث ولا ثلث وثلث، ان الدكتور محمد يعني ناوي ياخد ناوي ياخد الصينيه كلها لحسابه. لا لا ابدا ابدا. الف انا وشفا. السنه النبويه طبعا ان احنا نتكلم، فاحنا بما اننا دكتور اسنان وقاعد مع 2 دكاتره سنان، اعتقد ان مفيش حاجه نتكلم فيها غير السنان برضه. كانوا الدكاتره طالبين ان احنا نوضح يعني ايه هوليو سمايل، ويعني ايه سناب اون، حاجات كده في الشغل. يمكن الموضوع بالنسبه لبره المجال شويه، الموضوع فيه يعني فيه شويه اخطاء او مفاهيم مغلوطه هنوضحها دلوقتي. الفيديو هيبقى للشخص البسيط اللي ممكن يتفرج علينا، مش للمتخصصين. الكلام هيبقى يعني هنقول باختصار، وفي نفس الوقت مش هيبقى كلام علمي واكاديمي قوي، ولكن عاوزين المتلقي يوصلوا الصوره اللي احنا عاوزين نوصلها من غير كلاكيع يعني. ابتداء الهوليو سمايل ده مش منتج، او اللي هي ابتسامه هوليود يعني الابتسامه السينمائيه الجميله دي، مش منتج انت هتروح العياده تاخده من الدكتور وانت مروح. ده نتيجه احنا ممكن كلنا بنحاول نوصل لها لما بيجي حد يطلب حاجه زي كده. النتيجه دي بتشمل تخصصات كتيره جدا، ممكن يبقى انت سنانك اصلا ابتداء مش محتاجه شغل عشان توصل لده، وانت ممكن تكون اصلا بابتسامه جميله طبيعيه من غير تدخل طبيب اسنان. وممكن يبقى انت محتاج تدخل بسيط جدا، يكون التدخل ده حشوات تجميليه او مثلا قص لثه، او ممكن يكون مثلا تقويم لو عندك شويه زحمه في السنان، او مثلا تبييض ولو لون السنان مش هو الانسب. لكن مش المعروف عند الناس ان كلمه ابتسامه هوليود او الهوليود سمايل اللي هو قشور خزفيه على السنان تتركب وكده انا عندي ابتسامه سينمائيه. ده مفهوم خطا تماما، ومش كل واحد ينفع له اصلا ان احنا نركب قشور خزفيه، او مش كل واحد يكون عنده مشاكل يكون حلها ابتسامه اللي هو القشور الخزفيه. حسب المشكله اللي عندك ايه، بناء عليه انت عاوز توصل في الاخر لايه. النتيجه دي هي اللي احنا عاوزين نوصل لها. في الاخر انت محتاج يبقى عندك ابتسامه جميله، سنانك يكون متناسقه، شكل السنان وحجمها متناسق مع شكل الوش، لون السنان متناسق مع اللون بتاع البشره او ماشي معاه، اللثه بتاعتك ما تكونش باينه، في حاجه اسمها بكر كوريدور، حاجات كده يعني. هنقول حاجات في الشغل اكتر، لكن بالنسبه للانسان العادي هو فاهم عن زي ما نقول ابتسامتك حلوه، ما فيش مشاكل.
توصل لها ازاي؟ دي نتيجه زي ما قلنا، مش حاجه انا هروح العياده اخدها وانا طالع. وده الكونفليكت او ده اللي بيقولوا عليه. ده بقى الناس بتقول ان هو يعني لا، عاوزين مثلا حاجه نطلع بيها من العياده، على اساس اللي هو السناب اون اللي انا قلت عليه في الاول، اللي هو الناس بتبقى فاكره ان هو ده الهوليوود سمايل، او اللي هو ده ابتسامه هوليوود. انا هاخد حاجه امشي بيها، الحاجه دي هتبقى خلاص كده انا عندي ابتسامه سنان. طبعا السناب اون حاجه، والهوليوود سمايل دي حاجه ثانيه خالص. السناب اون ده يا جماعه عامل زي ما احنا بنقول كده، زي اللينسز بتاعت العين، او الضوافر الصناعيه، او حاجه هي حاجه بتتشال وتتحط باختصار، مش حاجه ثابته في السنان، ما بتبينش شكل السنان او الديفوهات او الاخطاء او العيوب اللي في الاسنان، هي بتداريها، لكنها مش حاجه دايمه. تمام. هي صحيح تكلفتها اقل، ولكن في الاول وفي الاخر برضه مش هتناسب كل الناس. هي حل مؤقت، او انا بشوف ان هو حل ممكن يمشي فتره مع حد عنده مشاكل سهله تدارى، مش عاوز يكلف كتير، وفي نفس الوقت مش عاوز يلعب في اسنانه، مش عاوز يبرد، مش عاوز يعمل تقويم، مش عاوز حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون مكلفه او بتاخد وقت طويل. فهو حل مناسب. ولو عملنا بحث بسيط على جوجل هنلاقي ان في فروقات باينه وواضحه بين الفينيرز والهولو سمايل والنتيجه اللي بنوصل لها، وبين السناب اون كشغل تاني خالص بنوصل له او بنحصله نتيجه حاجه تانيه خالص. ده شغل وده شغل تاني خالص. فالناس عندها المفهوم الخاطئ ان ده هو ده، لكن ده حاجه وده حاجه. وكمان في ناس حتى اللي فاهمه الفرق بين الاثنين عندها مفهوم الابتسامه السينمائيه ده او الهوليوود سمايل مفهوم خاطئ تماما، ان ده لازم يكون في شغل برد في الاسنان والتلبيسه او القشره اللي بنركبها في الاسنان، وده برضه مفهوم خاطئ تماما. انت ممكن توصل لده من غير ما يكون الشغل ده هو الاساس. بالعكس، ممكن دي تكون اخر خطوه في ناس بتلجأ لها عشان خاطر توصل لابتسامه هوليوود. يعني هو السناب اون بيبدلوا في السنان برضه ولا لا؟ مفيش برد في الاسنان في السناب اون. السناب اون السناب اون مجرد ان احنا بناخد شكل الاسنان هو بناخد بقى مقاس جديد مثلا، مقاس بنبعته المعمل بيجيب لنا حاجه بتبقى واخده شكل الاسنان من جوه، لكن الشكل الخارجي بتاعها شكل اسنان منتظمه بلون مختلف. تمام. لكن هو مش حاجه دايما. خلينا نقول انها حاجه تجميليه عمليه نسبيا. بالنسبه لي انا بشوفها عمليه ليه؟ لان تكلفتها مقارنه بتكلفه الشغل التاني اللي هيتعمل لو هنحتاج ان احنا نعدل في الشكل مع المده الزمنيه، هيبقى تكلفه اقل بكتير جدا ومفيش خسائر. خلينا نتفق ان انا لو عملت سناب اون وبعد كده حبيت اعمل اي شغل تاني في اسناني، انا ما لعبتش في اسناني، انا كل اللي انا عملت حاجه وشلتها وركنتها وعدلت تاني. ولكن اللي بيعمل تقشير او برد في الاسنان ده خطوه ما فيش منها رجوع تاني. يعني بعد ما ابرد في اسناني مش هينفع ارجع اقول انا عاوز سناني زي ما كانت. عشان كده مش اي حد بنقول يروح يخش على طول انا داخل دلوقتي اعمل ابتسامه هوليوود، بسم الله الرحمن الرحيم، بردت اسناني وركبت القشره الخزفيه او الفينيلز انا كده تمام زي الفل. لا طبعا الموضوع هنقول ان هو كتكنيكالي كتقني وشغل اسنان واكاديمي كمان اكبر من كده شويه. ما تروحش لاي دكتور، ممكن الموضوع بالنسبه له يبقى في دكاتره متخصصين في المجال ودكاتره ده شغلهم وبيطلعوا نتائج ممتازه، وفي ناس عندها ضمير وامانه انها تقول لك انت فعلا محتاج حاجه زي كده ولا لا، انت ده مش الانسب ليك. تمام. طب كشكل جمالي في الاخر، كشكل جمالي على فكره ده من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده برضو في اول الكلام خالص اللي كان المفروض نتكلم عنها، ان يا جماعه الجمال او الشكل الجمالي بتاع الاسنان بيختلف من ثقافه لاخرى. يعني مثلا زمان كان ايام زمان عندنا في الفلاحين وفي الارياف وفي مصر عموما يقول لك الناس اللي عندها فرق بين السنان يقول لك دي ناس جميله، ناس جميله. ناس يقول لك ده مسعد او رزق واسع. اللي اقصده ان الثقافه بتفرق. يعني لو لقينا النهارده ناس عندها الثقافه العامه انها تخلع مثلا او تعمل فرق بين سنانها او الى اخره، وان شايفين ان ده منظر من مناظر الجمال، زي ما شفنا قبائل في افريقيا عندهم بيحطوا حلقان في ودانهم كبيره جدا او في شفايفهم او حاجات زي كده، وشايفين ان ده نوع من انواع الجمال. انت النهارده ما تقدرش تقنعه ان الابتسامه هوليوود اللي هو النتيجه اللي اتفقنا عليها دي حاجه كويسه، وبالنسبه له دي حاجه مش لطيفه خالص. يعني اسنان مرصوصه كده وبتاع، او يعني اسنان بيضاء قوي. على فكره برضو ده من ضمن الحاجات. يعني هو مش المفروض ان انا اروح لثقافه شعب كل اسنانه مثلا او هو شايف ان السنان العاديه الطبيعيه هي دي احسن حاجه، واروح له بسنان فيك واقول له ان انا كده حلو. في الاول وفي الاخر مش كل الشعوب عندها نفس الثقافات. فالثقافه بتاعت المجموعه او بتاعت المجتمع بتفرق في تقييم الجمال نفسه. احنا لو هنطلع واحده جميله او هنجيب واحده مثلا ممتازه الجمال في مصر، ممكن الغرب يشوفها حد مش لطيف خالص، وازاي ان دي جميله عندكم.
ولو جبنا حد من الغرب ممكن الناس هنا في مصر تشوف ان هو مش ايه ده فيك، ده حاجه مصطنعه وهكذا. فده نسبه وتناسب. برضه الاسنان نفس الكلام، وان كان في اتفاق نسبي بين الدكاتره، لان احنا عارفين في الاول وفي الاخر ان الايديال هو اللي ربنا خلقه، فبنحاول نوصل المريض ان مفيش فروقات بين السنان، مفيش زحمه، الابتسامه، التناسق، الكلام ده كله، دي بروبورشنز بقى معموله دراسات وبتاع وحاجات زي كده، ففي شبه اتفاق عليها من دكاتره الاسنان. لكن كمريض كمتلقي بقى كواحد بياخد نتيجه، ممكن النتيجه دي ما تبقاش مرضيه بالنسبه له. عشان كده معظم الناس اللي بتعمل برضه ابتسامه وجود بتطلع لها الاول النتيجه على الكمبيوتر قبل ما تسلمه، عشان يبقى مقتنع ان النتيجه دي هتبقى مرضيه بالنسبه له ولا لا. برضه انت ممكن تعمل السنان وفي الاخر يكون المشكله كلها مشكله اللثه، يعني كل اللي كان محتاجه مثلا ان هو يعالج اللثه بتاعته. ده سمايل مثلا، الناس اللي عندها ابتسامه لثويه ممكن ما يكونش في مشكله في اسنانهم اصلا، وتعالج له حاجه او تعمل له حاجه مش حل المشكله. فده برضو جزء لا يتجزأ فكره احنا المفروض ان احنا عاوزين نوصل لنتيجه، مش شغل بيتعمل وخلاص، او مش حاجه اخدها وانا مروح. تمام. يعني هي ريزلت هو كونسبت احنا بنحققه. سواء بقى هنعمل حشو تجميلي تبييض، ممكن يبقى مش حاجه ممكن يبقى مش حاجه خالص، ممكن تعمل له حاجه ملهاش يعني انت ممكن نفسيا تهيئه ان هو انت اسنانك حلوه يبقى هو كويس. بس هو النتيجه نفسها، فاهم اقصد ايه؟ أيوة. يعني هو واحد سنانه غامقه شويه محتاج يبيضها بس خلاص، بس هي مرصوصه كويس وابتسامته جميله الى اخره. وبعدين معلش في الاول في بينفيت ريسك ريشيو، يعني انا قدامي واحد سنانه جميله وسنانه كويسه والى اخره، وانا عشان اعمل له اللي هو عاوزه هبرد له اسنانه مثلا. هل انت شايف ان النتيجه اللي هتوصل لها ايا كانت واو هتبقى مقابل التكلفه؟ مش بتكلم ماديا، تكلفه الاسنان اللي هتتضرب نفسها، ان ده حاجه زي ما قلنا ما فيهاش رجوع تاني، هل تستحق ولا ما تستحقش؟ ممكن الموضوع يكون سايكولوجيكال بحت. ممكن ان هو ممكن لو ما انت النهارده لو بتقابل واحد تقول لك انت شكل اسنانك وحش، شكل اسنانك وحش، انت نفسك هتتاثر. تمام. مش انت. مش انت. انا اقصد ان جزء من الموضوع، يعني احنا حتى لما يعني تعالى نبص على المسمى، هو المسمى عنصري بحت اصلا. يعني انت هتلاقي واحد بيقول لك دلوقتي ابتسامه الرجل. طيب انا انت ليه ربطناها بالموضوع؟ لان الموضوع باختصار شكل احنا بنشوفه اصلا في التلفزيون، مش حاجه يعني اللي هو بناخد الموضوع كله جاي منين؟ من اللي هو الموفي اكتور ده شكله حلو والى اخره واسنانه مرصوصه. تمام. فكده احنا عاوزين نبقى نفس الشكل. تمام. كل الناس نفسها تبقى رشدي اباظه او دلوقتي احمد عز، والبنات على النقيض نفسها تبقى ناس عجرة من حاجات ثانيه. فهو رصه هو بيشوف ايوه هو التارجت بتاعه. هو ده التارجت. فلو ما كانش ده، يعني لو كانت لو كنا زمان مثلا كان الكونسبت غير، او دلوقتي حتى الكونسبت اختلف، ممكن يبقاش. فهو الموضوع تحس كده اللي هو احنا عاوزين نبقى شبه دول، هو مش دول برضه، مش ده المقياس. انت ممكن تبقى احسن حد واسنانك جميله جدا والى اخره من غير ما توصل لدول. فرق بسيط بين السنان انا شايف ان هو مش ازمه ومش محتاج فينير، ممكن يتعمل بحشوات تجميليه او حتى يتساب يا جماعه، او ممكن تقويم بسيط ويلم الدنيا. فاهم انا اقصد ايه؟ لكن في حاجات محتاجه علاج، وهو ده بقى الدكتور الامين اللي هيقول لك انت فعلا محتاج شغل زي كده ولا لا. الموضوع من بابه مش مستاهل. كلنا عارفين التراويح بتاعت الاطفال اللي هي الفضيه ايوه الغرب بره ما عادش بيستخدمها شويه، عشان خاطر يقول لك ده لها سايكولوجيكال افكت على الطفل، ان هو سناني ولون دروسي فض وبتاع مش عارف ايه. فلما باجي ابص يعني مثلا احنا هنا بنشتغلها بشكل تقليدي جدا، والطرابيش البيضاء اصلا اللي هي الزركونيا بتاعتهم غاليه اصلا، فمعظم الناس يعني بتقول لا مش عاوزين نعمل الغالي، خلينا في الرخيص، ده كده هيبدل. طيب خلينا لما بنقول ان في سايكولوجيكال افكت على الطفل ممكن ياثر عليه ان اسنانه لونها او ممكن حد، فهو الطفل عايش الموضوع ده بيها ومن غيرها، فهتفرق في ايه؟ لا يعني هو عايش التنمر سواء سنانه لونها حلو او مش، هو كده بيلاقي تنمر، يعني التنمر موجود في كل الحالات. فهو ما دام في تنمر كده خلاص مش مشكله، ما جاتش من طربوش يعني. ما جاتش من طربوش، مش ده اللي هيعمل الازمه. وخصوصا ان احنا بنتقبل الموضوع، لان احنا بنشوفه بروح الدعابه اكتر منه بروح اللي هو احنا بنسخف او بنتريق او احنا بنهزر اكتر مع بعض. احنا شعب الحمد لله يعني الضحك ما بتفرقوش حتى في اقصى مشاكل، يعني الحمد لله على كل حال. فده حابب قبل ما نرق. ماشي. انا عارف ان انا معطلكم على تقدروا تاكلوا. لا ولا اي حاجه، احنا واكلين وشاربين وكل حاجه. انا بقى عندي لكم سؤال معلش، خلينا، انا عارف ان المفروض ان انا ضيف ومش بسال. تمام. بس في ناس كتير، انا محمد يا جماعه، انا اعرف محمد بقالنا اكتر من 2 ونص 3 دلوقتي ما شاء الله، يعني عمري تاني، من الناس اللي انا بعزها جدا وبحترمها جدا. وعلى فكره دكتور سنان شاطر،
يعني انا بس مبسوط والله الكلام. مستقبل جامد جدا كطبيب اسنان، لانه كمان من الناس اللي بتجتهد وبتسعى انها توصل لاحسن دايما. واعرف عمر برضو من فتره مش قليله، يمكن معرفتي بيه متاخره شويه، لكن عمر من الناس المحترمه جدا. عرفني الاول. وايا كان فعلا انا جيت النهارده يمكن من عزة محمد، انا مع والله. فربنا يديم المعروف في كل حاجه، لكن لما تلاقي لا حبيبي تعلم من بعيد. إحنا لا بجد بجد والله، لا بجد انت لمستك بجد. كلنا بنتعلم، مفيش حد كبير على كلنا، انا بتعلم وغيري بيتعلم، كلنا بنتعلم، محدش كبير على محدش كبير على العلم. فانا كان دايما في سؤال بيجي في بالي، والسؤال ده مش في بالي انا لوحدي، يمكن محمد جاوبني عليه قبل كده، لكن انا بما اني متابعه في القناه وبشوف فيديوهاته، هو عمره ما جاب سيره الموضوع ده خالص. منين يودي على فين، منين دكتور سنان ومجتهد جدا وشايفينه بيسعى ان هو يكون في التخصص بتاعه حد كويس ومجتهد فعلا، يعني دي انا شهد بيها، ويدور على انه يبقى دكتور مميز. مره واحده كده اللي هو لا انا بعمل كارير شيفت. هو ما سابش المهنه على فكره وبيشتغل، بس اللي اقصده ان هو لا بقى في جزء تاني بقى فيديوهات وتقريبا عمر كان مشجعه يعني. هو قال لي تعالى خدت رجله معايا تعالى بس، انا قلت له على طول. هما الاثنين دخلوا في الموضوع، ودخلوا خلانا نتكلم بلغه الاكل بنهم، يعني اللي هو احنا ما صدقنا نجرب. مش اللي هو واحده واحده. اتمنى لهم طبعا التوفيق في ايا كان، المهنه ليها اتعابها، وانا عارف ان المهنه ليها اتعابها، بس هم بدري قوي قوي وخدوا الكارير، فالناس عاوزه تعرف ليه. انا بقى ممكن انا ادوق الاكل لان انا لسه ما دوقتش. انا مش احنا مش باصين خالص. لا هو الموضوع بصراحه ليه شقين بصراحه، يعني هناخدها من الشق الحياه اللي احنا عايشينها، او الشق اللي هو الشغل دلوقتي بتاع طب الاسنان محتاج مجهود مادي كبير، ومحتاج مجهود فيزيكال كتير، وعلشان تتميز في الحاجه اللي انت محتاجها محتاج مجهود سبورت، يعني ماني كويس جدا، يعني محتاج يكون عندك بيز كويسه من الفلوس، فساعتها هتقدر تكبر في المجال دوت. لكن ان اكون مثلا حبيت مثلا حد يحضر ماستر، او حد يحضر دكتوراه، او حد ياخد كورس. حد كان في دكتور اسنان حكيم قالها لنا قبل كده، لكن المهنه دي عاوزه دكتور اسنان غني ومريض غني، يعني عاوزه الدكتور يبقى غني والمريض يبقى غني عشان يقدروا يوصلوا لخدمه مرضيه للاثنين. انت نفس الكلام برضه؟ لا خالص. لا مش هو دي جانب بس، ولكن مش ده الجانب اللي حفزني ان انا امشي في الموضوع ده. انت قول لي انا باكل. انت ما بتحبش الفلوس؟ لا مش موضوع كده، مش موضوع الفلوس. هي فعلا ان طب الاسنان احنا ممكن في مجالات حوالين طب الاسنان فيها ممكن نحاول نجيب منها فلوس، واحنا نبقى احنا فاهمين فيها اكتر، تمام. ولكن احنا رحنا يعتبر مجال بعيد، فاحنا بنقول احنا بندور على الفلوس في مجال بعيد خالص، لان هو مجال السوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي فعلا دلوقتي يعني ممكن تقول من الحاجات المهمه في حياتنا، انك انت اولا انا بالنسبه لي يعني برفع عن نفسي، ده اول حاجه، وانا بحب الترفيه عن نفسي. على فكره يا جماعه العاده لطيفه جدا، يمكن عشان كمان اصحاب. ايوه أو يعني خلينا اقول ان انا صاحبهم او اخوهم كبير عشان خاطر هم اصغر مني بكام سنه، بس احنا ما فيش فرق في الكلام ده. دكتور حماده يكون اخونا الكبير بجد، يعني احنا اي حاجه بنتكلم معاه دكتور حماده تعالى حل. فانا مش هسالهم اشمعنى الاكل، لان انا عارف اشمعنى الاكل خلاص. انا سالت السؤال اللي اغلب الناس سالته، اللي هو ليه اصلا نسيب او نركز في مجال تاني، تمام. يمكن هم ما بيقولوش على اتعاب، يمكن هم لسه في اول الطريق، بس اتعاب المهنه بدات تظهر على ناس كتير، وهم كويس ان هم خدوا بالهم من الموضوع بدري. وكان في دكاتره كبار برضو قالوا ان لازم تشوف لك على مصدر دخل تاني جنب مهنتك قبل سن ال 40 كمان، لان احنا المهنه بتاعتنا لها اتعاب، ليها مشقه جسديه صعبه جدا. احنا بنقعد في فيزيكال بوزيشنز، يعني بنقعد في وضع جسدي تشريحي ممكن مش مناسب لفترات طويله، بيأثر علينا، بيأثر على صحتنا، بيأثر على ظهرنا، حاجات زي كده. احنا يعني المريض يمكن ما يحسش بيها، تمام. بقى كمقابل مادي، انت يمكن متصنف كارخص دوله تقريبا في طب السنان، يعني ما اعرفش في ارخص مننا ولا لا، بس يعني احنا طب السنان في مصر كعائد مادي، مش العائد المادي، مش بنتكلم عن كعائد مادي مش احسن حاجه، ولكن خلينا نقول ان هي دي ظروف البلد، يعني مش حاجه نقدر نقول والله لا مش عاجبنا لا احنا لازم نمشي بنفس المعطيات اللي احنا بنشتغل بيها، احنا لازم نجيب حاجات كويسه ونشتغل شغل كويس ونطلع نتيجه كويسه ونتعامل بعمله البلد، لان مفيش حل تاني. ولكن انا شايف ان الخطوه اللي عملوها بصراحه يعني انا بحييهم عليها، لانها خطوه جريئه. مش بقول ان انا هعمل كده او ان انا اقدر اعمل كده، هي محتاجه جرأه، انا يمكن ما عنديش الجرأه دي،
انا على فكره انا طالع معاهم في القناه اصلا مكسوف. لا حضرتك ان انا لا، لولا ان في توبك علمي ونقدر نتكلم فيه والناس تستفاد من وراه، انا يمكن ما كنتش هقدر اطلع في كلام يفيد الناس يعني. تمام. انا بحب الاكل، ما حدش بيحب الاكل حاجه جميله، لكن في الاول وفي الاخر برضو اتمنى يكون اللي جاي الفتره اللي جايه دي كلها يبقى في دايما في حاجه علميه. انا قلت له الكلام ده على بصفه شخصيه وبقوله على القناه اهو، يبقى في دايما حاجه بس حضرتك علميه، حاجه علميه واحنا بناكل او انت بتاكل. مش لازم تكون انت بتاكل وبتستمتع واحنا بنسمع بس، احنا عاوزين نستفاد. انت كل بألف هنا وشفا، وخلي اللي بيسمع على الاقل او اللي بيشوفك يكون في فايده من يستفاد معلومه يعني. يا سيدي اكسب بيها ثواب، مش هقول لك اكتر من كده. تمام. وممكن الحلقه تكون سخفت او طولت شويه، انا بعتذر. لا والله لو لا انا ما اقصدش خالص انها تاخد الاتجاه ده لو في حاجه، بس هو محمد زي ما قلت لك اخويا الصغير وحبيت ربنا يبارك لك والله ان انا يبقى قدام الناس كلها اهو. لا والله ربنا عشان تمام. وان شاء الله باذن الله الجاي يكون احسن. وانا اسف برضه اعطيتك على لا والله لا انا عاوزك انت تدي الريفيو. انا لا تدي الريفيو بتاعك. بس يا شباب يعني قبل ما نكمل الفيديو حابب اشارك معاكم معلومه مهمه جدا، هو ان احنا الغرض الاساسي بتاعنا من الحلقات والفيديوهات انت بتحس انك قاعد مع اصحابك. احنا مش فاتحين قناه علميه ولا، لان هو حد قبل كده قال لي كلمه ان هو النقد دوت اعلى مستويات اللي مش عارف حاجه كده يعني علميه بحته، اللي هو اعلى مستويات العلم ولا حاجه كده. احنا مش بننتقد، احنا القناه ديت فاتحينها انا وعمر، احنا قاعدين كده حبي قاعده حبي، واثنين قاعدين بياكلوا وقاعدين بنهزر مع الجمهور. فانت لو قاعد مستني انك تطلع مننا بنقد اصل هنا الشطه مش عارف الاكل اذواق على فكره. انا الاكل ذوق في الاول وفي الاخر. صح. وانا يعني يمكن انا محمد بيحب الكفته جدا. انا مش جداً. انا يا جماعه انا ما بحبش الكفته. بجد والله دي حاجه غريبه جدا. مش ما باكلهاش. بص انا الحمد لله بس كده عرفنا الكفته تروح لمين. مش ما باكلهاش، انا باكل الكفته لكن انا مش بحب. فيمكن حكمي عليها هيبقى ظالم في كل الاحوال. تمام. فهسيب الريفيوهات لمحمد ولعمر. تمام. برضه احنا جايبين حضرتك اصلا عشان انا عملت تقريبا انا جيت للنقطه اللي انا كنت عاوزها في الاول وعملت اللي انا عاوز اعمله. حتى بعد كده لو ما اكلتش وانتوا كلتوا بقى لا هاكل ان شاء الله. بما اننا وصلنا هنا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب في القناه. بس قبل ما نقفل الفيديو احنا هنقيم الاكل تقييم سريع، ونقول نبدا الاول براي الدكتور حماده تقييما كده سريعا للاكل ده، راي حضرتك فيه. طيب قبل ما نقيم الاكل واي حاجه يا جماعه ندعيكم ونقول افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم ملائكه وزكاكم الله في من عنده. تسلم ايديكم وشكرا على الدعوه الكريمه. طبعا تسلم ايديكم. انا عارف انتوا مش انتوا طابخين بس شيفتوا. لا ده احنا الصبح كده. الاكل جميل ما شاء الله، ويعني الاكل كميات محترمه جدا يمكن كتير علينا احنا الثلاثه. مش هقيم كل حاجه تقييم منفصل، لكن اللي انا دقته انا في حاجات اللي انا دقته تقريبا كله ما شاء الله حلو جدا. طب عمر صراحه كان عاجبني الاكل جدا، عجبني الحلقه الدكتور حماده عجبته يعني. لو اتبسطتوا معانا بالحلقه وبوجود الدكتور حماده معانا، لو في عندكم اسئله سيبوها في الكومنتات تحت وهو هيشوفها ويرد عليها. ولو عاوزينه في حلقه جديده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ونشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام. شغل بالله عليك.